خلاص يا جماعة، نظام الإعاشة من يوم 14/8 اتطبق خلاص، وده تحذير لكل المعتمرين. من التاريخ ده ومن اليوم ده الأكل في السعودية بقى إلزامي وبفلوس. يلا نبدأ ونقول احنا بنتكلم في ايه، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى إلزامي انك تدفع كل يوم من 25 ريال ل100 ريال. آه، ده نظام الإعاشة الجديد، وده أقل فئة، على أساس حجز وجبتين، وجبة فطار ووجبة غدا. يعني إيه اللي بقوله؟ يعني بقى على كل معتمر مصري، تمام. طبعا في بنجلاديش والهند وباكستان، أنا بتكلم عن مصر حاليا. لازم كل يوم يتصرف لك فطار ب10 ريال، وغدا ب15 ريال. طبعا ده لأقل فئة، وده نظام الإعاشة. طيب هنعمل ايه بقى؟ هل ممنوع أنا كفرد مصري أو معتمر مصري أخد أكل معايا؟ وعايزين برضو نتكلم يعني ايه الأكل والشرب على المعتمر، وايه نظام الإعاشة اللي الدنيا كلها دلوقتي بتقول احنا مش فاهمين حاجة. تعالوا في الفيديو ده نفهمكم الأول إعاشة يعني ايه. الإعاشة يعني الأكل والشرب للمعتمر، الهدف منها جميل الصراحة، إنهم يوفروا عليك الأكل طول فترة العمر عشان تتفرغ للعبادة، وما تشيلش هم الشنط الأكل اللي بتاخدها معاك من مصر وانت رايح. طيب ده بالنسبة، يعني هنقوله حاجة برضو من ضمن المميزات، إنه بيوفروا وقت على المعتمر علشان يتفرغ للعبادة، تمام. وبرضو في شنط كتير بتتاخد بتتبهدل في المطار وفي الوزن، كل الكلام ده كله. طب يعني عبارة عن ايه بقى وبكام؟ الإعاشة هتكون عبارة عن باقات من مطاعم وفنادق وشركات أكل، كل واحد هيقدم عروض للشركات. السعر بيتراوح بين 25 ريال ل100 ريال في اليوم حسب المنيو وعدد الوجبات. طبعا انتوا شايفين الوجبات قدامكم اهو. طبعا ده VIP يعني مش أي حاجة. في نظام الإعاشة اللي هو أقل فئة، ده اللي ب15 ريال ممكن تلاقي علبة كده فيها شوية رز وحتة لحمة أو كفتة أو حاجة كده. الفيديو ده الناس اللي هي اللي ايه بتحجز أغلى باقات أو أغلى فئة. طيب يبقى احنا قلنا السعر بيتراوح بين 25 ريال ل100 ريال في اليوم حسب المنيو وعدد الوجبات. طيب الباقات الاقتصادية يعني ايه؟ وجبتين فطار ب10 ريال زائد غدا ب15، هيبقى المجموع 25 ريال يوميا. طيب في نظام تاني 3 وجبات ب40 ريال يوميا. الباقة المميزة وجبتين فطار ب25 ريال زائد غدا 50 ريال، يبقى المجموع كام؟ 75 ريال. يعني الفطار ب25، يعني كل ما الفلوس زادت الريالات زادت، الأكل بقى بالبلدي كده الأكل بقى أحسن وأعلى في مستواه، وفي الحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. طيب يعني لو رحلتك 15 يوم اقتصادي هتدفع حوالي 375 ريال، اللي هو بالمصري 5500 جنيه زيادة. طب تعالى نتكلم في المميزات والعيوب. تعالى بقى نقول الحق، ايه اللي لينا وايه اللي علينا. المميزات: 1، هتوفر وقت، مش هتضيع وقتك في شراء الأكل. 2، هتوفر تعب الشيل والتخزين والبهدلة، تمام. دي المميزات. العيوب ودي المهمة: اختلاف الأذواق، ناس كتير هتشتكي من الأكل. أنا شفت أكل من الأكل مثلا. طب أنا نظام الطيبات يا جماعة، أنت أكلكم عزومة فراخ في إيه؟ فهيبقى ده في مشكلة. طبعا دي رقم 1. مواعيد الأكل ده رقم 2 هتتعارض مع بعض. يعني مثلا أنا دلوقتي بصلي في الحرم، فأنا مش هكون موجودة في وقت الأكل، انتوا فاهمين قصدي؟ فهيضيع عليا الوجبة. وفي ناس انا شفتها بتعمل علب، بس والله العظيم انا يعني انا زعلت على منظر العلب وكان شكلها بصراحه. ما رضيتش احط لكم الفيديو ده، قلت افتح نفسكم بالفيديوهات الحلوه دي. طيب
تالت حاجة الأكل ممكن يبوظ ويترمى بسبب الحر والتوابل، طبعًا أنتم عارفين إن الأكل في السعودية فيه كمية توابل جامدة جدًا. 4 المشرف هيتفرغ لتوزيع الوجبات بدل ما بيخدمك أو يكون معاك مثلًا وأنت بتعمل العُمرة، أو يشوف مشاكلكم، أو يشوف مثلًا أنتم محتاجين إيه، هيبقى مركّز أكتر في الأكل. بعد كده أي تأخير في الوجبة هيبقى خناقات وشكاوي للصبح. طب لو أنت صايم والوجبة ممكن كمان تروح عليك. أهم سؤال، هل ممنوع آخُد أكل معايا من مصر؟ الجواب لأ. تقدر تاخد معاك بس مش أي أكل تاخده معاك. ممكن تاخد معلبات، بسكويت، تمور، حاجات ناشفة لاستخدام الشخصي، ما فيش فندق هيفتش الشنطة أكيد طبعًا. الممنوع رسميًا هو الكميات التجارية الكبيرة والأكل الطازة. يعني مثلًا ما تجيش هتقول مثلًا أنا عاملة لحمة آخدها معايا، أنا حاطة لحمة في الفريزر أو فراخ في الفريزر آخدها معايا، كل الكلام ده ما ينفعش. الحاجات الطازة الخضار، الطماطم، كل ده لأ، يعني هي النواشف فقط. ممكن تاخد علب تونة بقى، علب جبنة، علب مش عارفة إيه، تاخد شوية بقسماط كده يعني. طبعًا لحد دلوقتي ما فيش قرار واضح بخصوص المجمدات والخضار طبعًا، فالأضمن بلاش عشان هيترمي منك في المطار. طيب، هل في حل بقى نتهرب من الإعاشة، أو في حاجة اسمها إعاشة وهمي؟ وهنا بقى مربط الفرس. في حل زي ما بنعمل في نسك الوهمي بتاع السكن، يعني عشان تطلّع تأشيرة لازم تحط كود إعاشة في السيستم. فاللي هيحصل إنك هتتفق مع المطعم بدل ما تدفع 25 ريال في اليوم، هيبقى في الآخر 375 ريال، يعني 5500 جنيه. لأ، هتدفع له في اليوم 4 ريال ويدّيك بس الكود، يعني 60 ريال مثلًا هتساوي كام؟ هتساوي 875 جنيه، ومش هتاخد أكل في ال15 يوم. إحنا بنحسب على ال15 يوم. الشركات هتعمل إيه؟ الرحلة مثلًا ب35,000 جنيه هيزوّد عليك 875، في ناس بتزوّد 1000 من الآخر يعني، وده وهمي. تمام، وهتبدأ تاكل من هناك. ولو عايز بالإعاشة الحقيقية هيزود لك ال5000 جنيه. الخلاصة، الإعاشة هتوفر على ناس وتتعب ناس. القرار هدفه تنظيم، بس التطبيق هو اللي هيحكم. انت شايف ايه؟ هتختار تدفع الإعاشة ولا هتاخد أكلك معاك من مصر؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو الفيديو فادك ما تنساش تعمل لايك وشير عشان يوصل لكل المعتمرين. وأي سؤال أنتم عايزينه ابعتوا لي. تمام. ما تنخدعوش بالأكل ده. طبعًا دي الشركات اللي بتعمل الأكل بقى السياحي، العمارات الكبيرة بقى إحنا سمعنا عمارات يا جماعة في ب70,000 و80,000 وحاجات جامدة كده، بس هي بفنادق بقى أنتم عارفين. بتكون فنادق عالية. ما تنسوش تعملوا لايك، اشتراك، فعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. ولو عندكم أي سؤال سيبوه لي تحت في التعليقات، هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.